ازاي خسيت 50 كيلو في 8 شهور؟ ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفني فانا الدكتور بسام انور، دي قناتي على اليوتيوب وفي صفحه على الفيسبوك الدكتور بسام انور رقم 2 عشان رقم 1 اتسرقت. ادعوا لي ان شاء الله انها ترجع قريب. وبرده هنزل نفس الفيديو على التيك توك وهنزله على اجزاء لان الفيديو ده ممكن يكون طويل شويه، فيه تفاصيل كتير واسئله كتير مهمه كتير منكم عايز يعرفها. فعشان الفيديو ما يبقاش طويل قوي هحاول اقسمها على اجزاء وكل شويه هنزل جزء. يمكن مؤخرا كتير اللي شافني سواء في معرض القاهرة الدولي للكتاب بمناسبة كتابي الجديد على معدة فاضية، او شافني او شاف صوري على صفحة الفيسبوك، سألني سؤال: يا دكتور انت ازاي خسيت الخسسان الجامد ده الملحوظ في الفترة دي؟ هسيب لكم طبعا صورتي عشان اللي اول مرة يشوفني، صورتي قبل ما اخس، صورتي بعد ما اخس، وهجاوبكم على كل الاسئلة اللي انتوا عايزين تعرفوها في خلال او في الفيديو ده. ازاي خسيت؟ بصوا يا جماعه، انا جربت حاجات كتير قوي وجربت دايت كتير وجربت الكيتو دايت وجربت انواع كتير قوي من الدايت والصيام المتقطع. للاسف الشديد كنت بخس شويه وبرجع بردهم تاني، ويمكن برد بشكل ابشع او اصعب من الاول، فكان الموضوع بدا يبقى بالنسبه لي صعب. وخصوصا ان ليا فتره طويله كنت بعمل محاولات كتير، والمحاولات للاسف ما كانتش لذيذه او ما كانش ليها النتائج المجديه اللي انا محتاج اخسها. وخصوصا ان انا وصلت لمرحله ان انا تخنت جامد قوي وكنت محتاج انزل وزن جامد قوي. فكان الاختيار الانسب بالنسبه لي اني اتجه لعمليات السمنه زي عمليه التكميم. ايوه، انا عملت عمليه تكميم ويمكن دي اول مره اقولها. عملت عملية التكميم والقرار ما كانش سهل بالنسبة لي. وانا بقول الفيديو ده او بعمل الفيديو ده مش عشان خاطر اشجعك على عملية التكميم، انا مش هشجع اي حد على عملية التكميم. عملية التكميم دي لازم تبقى قرار نابع عن ارادتك، نابع عن شخصك. انا الفيديو ده الغرض منه التوضيح، هشرح لك الدنيا مشيت معايا ازاي وتجربتي كانت ازاي، لكن انا مش بشجعك ولا برشح لك انك تعمل عملية تكميم. حاول على قد ما تقدر انك تخس بشكل طبيعي، ولو فشلت في جميع الوسائل بعد محاولات كتيرة ممكن تبدأ انت تفكر، والقرار في الاول والاخر يرجع لك انت اذا كنت هتعمل حاجه زي كده او لا او مش حابب. انا الفيديو ده زي ما بوضح لك، انا بشرح لك انا عديت او الخطوات اللي عديت بيها والحاجات اللي بدات او التجارب اللي بدات تحصل لي بعد عمليه التكميم. سواء اكلات معينه كنت باكلها، اكلات معينه ما ينفعش اكلها، حاجات معينه كنتش بحبها بقيت احبها. في حاجات كتير قوي، تفاصيل كتير بعد عمليه التكميم. الحمد لله انا كانت تجربتي بالنسبه لي تجربه ناجحه جدا في التكميم، وخسيت فعلا 50 كيلو في 8 شهور. النهارده انا وزني 88 كيلو ولسه بخس. اي نعم، معدل نزول الوزن يمكن قل شويه، بس انا كنت 140 وبقيت 88. فده انجاز حلو قوي انا ما كنتش هعرف اعمله باساليب الدايت العاديه، لان انا كنت محتاج زي ما انتم شايفين رقم كبير انزله. الموضوع ما كانش باين فيا قوي او ما عانيتش من الترهلات زي ما بيقولوا بعد عمليه التكميم، لان انا كان وزني طويل الحمد لله. فالموضوع ما سببليش المعاناه اللي فيه يمكن ناس ممكن بتعاني منها. وعلى فكره الموضوع ليه حل، بس تابعني وان شاء الله هتعرف ازاي تمشي صح عشان تتجنب المشاكل بتاعه عمليات التكميم اللي ممكن تحصل لك مع بعد كده. المشاكل مش صعبه، ولكن عشان خاطر تعرف تتأقلم مع الموضوع هنبدأ نحلها خطوة بخطوة. ازاي اخدت القرار؟ بص يا سيدي، القرار ما كانش سهل بالنسبة لي. طبعا عملية وغرفة عمليات وبنج كلي، هتغيب عن الوعي فترة الله اعلم قد ايه، وهتصحى تاني بتفاجأ بحياة جديدة باسلوب جديد في الحياة. طبعا بتاخد النتائج مش وقتي، ولكن النتائج بتبدأ تظهر بعد شهر وشهرين، نتائج مرضية نوعا ما. وكل ما الموضوع او كل ما الوقت بيعدي كل ما بتاخد نتائج اكثر ارضاء، ويبقى الموضوع فعلا جايب همه زي ما بنقول. القرار او بدأت افكر فيه من شهر 12 2022. قعدت افكر او لا. ناس تخوفني، ناس تقول لي لا خليك زي ما انت مش وحش، انت بس محتاج شويه دايت، محتاج شويه رياضه.
طبعا ما حدش كان حاسس بالمعاناه اللي انا حاسس بيها، لان انا جربت حاجات كتير قوي ورياضه كتير قوي، ووصلت لمرحله ان لما بمشي اي مشوار عادي ولمده 15 دقائق كان فعلا جسمي كله بيوجعني، ظهري بيوجعني، بتعب جدا، بيبقى اليوم انتهى بالنسبه لي. كنت قاعد متردد فتره طويله قوي، اعمل العمليه ولا لا، اعمل ولا لا. قعدت افكر، او كان بدايه التفكير شهر 12 22، والقرار اخدته في شهر 4 23. يعني انا اخدت تقريبا بتاع 4 5 شهور متردد بفكر في القرار ده. القرار ما كانش سهل. وبرضو ارجع واقولك في الاول والاخر، انت فكر كويس في القرار بتاعك. ولكن انا بدات اتاقلم، او ابدا احضر نفسي لخطوه زي كده سواء كنت هعملها او لا. فهو عمليه التكميم ليها عدوين اساسيين. اول حاجه السكريات، تاني حاجه المشروبات الغازيه. فانا قررت اني انا بيها بلاها، طالما انا بفكر اعمل عمليه تكميم ولمصلحتي بصفه عامه، فقررت اني ابطل المشروبات الغازيه. والحمد لله انا بطلت المشروبات الغازيه من شهر 1 23، واحنا النهارده في شهر 2 24. فانا ليا عمليا بتاع سنه وشهر انا مبطل مشروبات غازيه نهائي. المشروبات الغازيه على فكره يا جماعه بتوسع المعده بعد عمليه التكميم، وانا هشرح لكم في الفيديو ده والفيديوهات الجايه ان شاء الله عمليه التكميم عباره عن ايه وبتتعمل ازاي، والفرق ما بينها وما بين الساسي، والقرار ومين اللي بيختار، وبتختار دي ولا بتختار دي. كل التفاصيل دي هتكلم فيها بس بالراحه عشان ما يبقاش الفيديو طويل. وانت لو عندك اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات تحت وانا هجاوب عليه في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم بواقعيه شويه. مبدئيا كده قبل ما عملت التكميم كان الدكتور قايل لي خلي بالك من نقطه مهمه جدا، العمليه دي مش سحر، انت مش هتعمل العمليه وهتخس لوحدك. العمليه دي هحطك بيها على بدايه المشوار او على بدايه الطريق الصح. انا هساعدك انك تبدا تخس. هنعمل العمليه، اللي هتحس بيه انك بتاكل ومن اقل اكله بتشبع. معدتك هترجع معده اطفال صغيره، فاقل اكله هتاكلها هتشبع، ولكن دورك انك تحافظ على اللي انت هتوصل له. يعني انا الحمد لله خسيت 50 كيلو او اكتر من 50 كيلو. دوري الفتره الجايه اني احافظ على اللي انا وصلت له، ما ارجعش اتخن تاني. ليه يا دكتور وانت ممكن تتخن تاني؟ انت ممكن تتخن تاني بعد العمليه لو انت اهملت، او لو انت بدات تستهبل ولخبطت في الاكل وبدات تاكل الاكلات العدوه العمليه زي السكريات. السكريات يا جماعه لو اكلتها بنسبه كبيره انت بتساعد ان العمليه تفشل. فلو انت هتاخد القرار ابعد عن المشروبات الغازيه وعن السكريات. تعبت يا دكتور بعد العمليه؟ بصوا يا جماعه، بعد العمليه كان ممكن في شويه تعب، بس عايز اقول لكم ان انا نزلت الصيدليه بعد العمليه باسبوع واحد. يعني انا قعدت اسبوع في البيت، دوخه، تعب، ارهاق. طبعا ده شيء كله طبيعي، لان انت واحد كنت بتاكل حاجات قد كده ومره واحده ما بقتش بتاكل او بتاكل حاجات ضعيفه. وخصوصا ان اول اسبوع وتاني اسبوع في الغالب انت بتعيش على السوائل فقط، سواء ميه، ينسون، عصاير. اول اسبوع وتاني اسبوع فانت ما بيدخلكش الغذاء الكافي بتاعك، طبعا ده غير انك انت بتاخد الفيتامينات بتاعتك. يمكن اول شهر كان